فيلمنا بيبدأ مع ياسين اللي مامته بتدخل عليه عشان تصحيه للمدرسة، لكن لأنه كان سهران قبلها بيوم ما بيكونش قادر يقوم وبيطلب منها انه ينام شوية كمان، لكن هي ما بترضاش. فبيطلب منها انه هو يغيب النهاردة بس من المدرسة، لكن هي بتزعقله وبتقوله ان ده مستحيل يحصل. بس ياسين بيقول لها انه ما بيحبش المدرسة وانه مش عايز يروح تاني، بس هي بتزعقله وبتقوله انها مش عايزة تسمع الكلام ده تاني، وبيبان قد ايه مامته صارمة وليها قواعد معينة. بيلبس ياسين وبينزل للفطار وبيلوم مامته انها غسلت البنطلون بتاعه وهو جوه فلوس، وبيكون زعلان يا حرام انه مش هيقدر يشتري حاجه حلوه النهارده. بس هي بتقوله ان دي غلطته وانه كان المفروض يتاكد ان بنطلونه فاضي قبل ما يحطه في الغسيل. وبيبداوا الفطار وياسين بيكون زهقان، فبيطلب من مامته انه يتفرج على الكرتون وهو بياكل، لكن هي بتقوله انه ده مرفوض. فبيحاول يقنعها ياسين وبيقولها انه هيجيب التابلت ويقعد يتفرج وهو قاعد بياكل معاهم زي ما باباه بيعمل. وطبعا مامته مش هتعدي الكلمتين دول على خير، فبتقول لباباه ان ياسين بيقلده في كل حاجه وانه المفروض يكون قدوه ليه، وان هم اتفقوا ان وقت الاكل ده بيكون للاسره وان المفروض يتجمعوا فيه كلهم مع بعض علشان يقضوا وقت مع بعض. وبيتضايق ياسين من زعيق مامته الكتير والمشاكل ما بين مامته وباباه، فبيقوم وبياخد موزة وبيرجع على اوضته وبيقفل الباب. بعدها بنشوف ياسين وهو بيفتح دولاب اوضته وبيتكلم مع حد جوه الدولاب اسمه أباظة، وبيقوله انه زهقان وعايز يلعب بس مش هيقدر يلعب دلوقتي لانه هيتأخر على المدرسة. وبيديله الموزة، وفي الوقت ده باباه بينادي عليه وبيقوله انه هيتأخر على المدرسة، فبيودع أباظة وبيقفل الدولاب. وبالليل بترجع مامة ياسين من الشغل وبتتفاجئ ان ياسين لسه صاحي وقاعد يتفرج على التلفزيون وبابا جنبه ماسك التابلت. فبتزعل ياسين وبتقوله ان المفروض يكون نايم دلوقتي عشان بكره في مدرسة، وانه مش المفروض يتفرج على افلام العنف. بيتضايق ياسين وبيقوم، بس بيطلب من مامته انها تسمح له انه ياكل حاجه حلوه قبل ما ينام، لكن هي بترفض وبتزعقله وبتقوله انه ما ينفعش ياكل اي حلويات قبل ما ينام لان بطنه هتوجعه واسنانه هتسوس. فبيتضايق ياسين وبيقول لها ان هي بتقوله على كل حاجه لا. وتاني يوم بيصحى ياسين وهو فرحان ومتحمس لان بابا كان وعده انه هياخده على السينما وهيشوف فيلم السوبر هيرو اللي هو كان نفسه يتفرج عليه. بيرن جرس الباب وبتكون جدة ياسين، واول ما بيشوفها بيجري عليها ويحضنها وبتقوله انها جايباله الكحك اللي بيحبه. فبيفرح ياسين وبيطلب من مامته انه يفطر كحك النهارده، لكن بتقوله ان ده يوم التمرين وانه ممنوع ياكل اي حاجه مسكره وقت التمرين. فبيتضايق ياسين وبيقولها انه هو بيحب الكحك جدا، بس هي برضه ما بتوافقش. بعدها بنشوف ياسين وهو بيتكلم مع أباظة وبيقول انه فرحان جدا انه هيروح السينما مع باباه ويشوف الفيلم اللي كان نفسه فيه، وبيعتذر له مش هيقدر ياخده معاه وده لانه لسه ما تعرفش على اهله، بس ان اول ما يعرفوه هيحبوه جدا وخصوصا مامته. وبيديله موزة وبيقفل باب الدولاب، بس ما بيقفلوش كويس. بعدها والد ياسين بيقوله انه مش هيقدر ياخده على السينما النهارده وده لان عنده شغل، وبيوعده انه هيحاول ياخده الاسبوع الجاي. لكن ياسين بيقوله انه هو عايز يدخل السينما النهارده ويشوف الفيلم، لكن مامته بتقوله انه ممكن يروح عند محمود صاحبه والاسبوع الجاي يروح الفيلم مع باباه. لكن ياسين بيقول لها انه عايز يروح الفيلم النهارده عشان يشوفه زي بقيه صحابه ومش عايز يروح عند محمود صاحبه. وبيتضايق ياسين وبيزعل وبيقول لباباه انه بيحب الشغل اكتر منه. ووقتها بتضطر جدة ياسين انها تتدخل وبتاخد ياسين علشان تتكلم معاه، وبتسأله جدته اذا كان متضايق من باباه، فبيقول لها انه متضايق منه انه مش هيوديه السينما وانه بيحس انه هو بيحب الشغل اكتر منه وما بيحبهوش. بس بتقول له جدته ان مفيش اهل ما بيحبوش ولادهم، وبيقول لها انهم على طول بيقولوا له لا وما بيخلوش يعمل اي حاجه بيحبها. فهي بتقول له انهم بيعملوا كده علشان خايفين عليه، وده لانهم تعبوا جدا على ما جابوه وفضلوا يدعوا ربنا كتير. فبينبهر ياسين من الموضوع وبيسأل جدته انه اذا دعا ربنا كتير ربنا هيستجاب له ولا لا. فبتقوله ان ربنا هيستجاب لاي حاجه تكون في مصلحته، وانه لازم يتأكد ان ربنا دايما سامعه. بعدها بيروح ياسين على التمرين وبيخرجوا كلهم، وبتفضل مامة ياسين لوحدها في البيت، فبتعمل كوبايه النسكافيه وتشغل المزيكا اللي بتحبها وبتقعد على الكنبه عشان ترتاح. وبتلاقي نقط ميه نازله على ايديها، فبتبص فوق عشان تشوف ده ايه، فبتتفاجئ لما بتلاقيه خفاش. فبتصرخ جامد جدا وبتتسرع. وطبعا بالليل مامة ياسين بتزعقله، وده لانه كان مربي خفاش في الدولاب، وبتقوله ان الخفاش ده بيجيب امراض كتير، لكن بيقول لها ان الخفاش ده صاحبه وان باتمان كان مربي خفافيش كتير وعمره ما جاله مرض واحد. فبتتهم باباه ان هو السبب بسبب الافلام اللي هو بيفرجوا عليها. بعدها باباه بيسأله لقى الخفاش ده فين، فياسين بيقوله انه لقاه على الاشجار اللي بره البيت وما كانش لاقي باباه ومامته فخده عشان يربيه. وبيسألهم عملوا ايه في الخفاش، فمامته بتقوله ان المفروض يسأل الخفاش عمل فيها هي ايه. وبعدها بيقولوا له انهم مشوا الخفاش لان ما ينفعش اصلا يربوا خفاش في البيت. فبيتضايق ياسين جدا وبيقول لهم ان الخفاش ده كان صاحبه وانه كان مسميه اباظه وانه بيحبه جدا وبيحب يلعب معاه. بعد كده بيرجع ياسين على اوضته وبيكون متضايق جدا انهم مشوا اباظه، وبيدخل البلكونه وبيلاقي فيه مطر، فبيدعي ربنا انه يديله اب وام تانيين غير دول لان دول ما بيحبوهوش، وانه مش عايز يصحى بدري تاني ابدا ولا عايز يروح المدرسه، وانه عايزهم يسمحوا له انه يلعب وقت ما هو عايز وياكل حلويات وقت ما هو عايز.
وبيدخل اوضته عشان ينام. وتاني يوم الصبح بيصحى ياسين وبعدين بيستغرب جدا ان المنبه مرنش، فبيبص فيه ويتأكد انه مش بايظ، وبيستغرب جدا لما بيلاقي الساعة بقت 12. فبيصحى وهو نايم كالعادة ويدخل التويلت عشان يغسل سنانه، وبيتخض جدا لما بيلاقي واحد معاه في التويلت، فبيصرخ وبيخرج جري. واول ما بيخرج ياسين من التويلت بيلاقي ناس غريبة في البيت، وبيلاقي البيت شكله غريب، وبيخبط في واحدة لابسة لبس غريب، وبيعرف ان هي مفروض مامته. فبتسأل فيليب الخدام اذا كان حد ازعج ياسين وصحاه من نومه، لكن هو بيقولها ان مفيش حد ازعجه، بس هو موده مش متظبط عشان لسه صاحي. بس هي بتقوله انه لازم يتحكم في موده اكتر من كده عشان لما يكبر يقدر يبقى رئيس عصابة زي باباه. وقتها بيفتكر ياسين كلام جدته، وبيعرف ان كل اللي بيحصل ده بسبب الدعوة بتاعته. وبيروح ياسين مع فيليب، وبيلاقي فيليب جايب له طبق كحك كبير، فبيسأله ياسين اذا كان يقدر ياكل الكحك ده يوم الجمعة او لا. فبيقول له فيليب انه يقدر ياكل الكحك ده كل ايام الاسبوع. وبتدخل عليه مامته وهي بتزعق، فبيخاف ياسين وبيخبي الكحكايه اللي في ايده، لكن بيلاقيها بتزعق لفيليب وبتطلب منه ينوع له في الاكل وما ياكلوش كحك بس، وانه يجيب له تشوكليت وايس كريم والبان. فبيفرح ياسين جدا وبيحضن مامته وبيقول لها انه بيحبها جدا. وبعدين بتاخده مامته لمكتب باباه واللي اسمه شركس، واللي اول ما بيشوفه بيمدله ايده عشان يبوسها، لكن ياسين ما بيبقاش فاهم وبيمسك ايد باباه ويسلم عليه، وبيستغرب شركس جدا. وبعدين بيدخل فيليب المكتب وبيقوله انه في 2 مستنيينه، فبيقوله يدخلهم، وبيطلب من مراته وابنه يقعدوا على جنب علشان يتفرجوا الشغل بيكون ازاي. وقتها بيكون ياسين مقضيها اكل في الكحك اللي بيحبه في ايدين ال2 مصاصات، وبيندهوا شركس عشان يسلم على داغر، لكنه ما بيبقاش عارف ينطق اسمه. وبيطلع داغر الشوكليت ويديها لياسين، لكنه بيرفضها وبيقول انه مش قادر. فبيتخض الكل، وشركس بيزعق لياسين جامد، وبتيجي مامته علشان تاخده، وبتقول لداغر انه هو وصاحبه معزومين عندهم على الغدا. وقتها بيسأل ياسين مامته اذا كان بابا ما بيحبوش، وده لانه زعق له جامد، لكن مامته بتقول انه ما كانش ينفع يرفض الشوكليت اللي اداها له داغر. وقتها بنشوف داغر وزميله وهما بيتكلموا عن الصفقه اللي عملوها مع شركس، وداغر بيقول ان خلاص زمن الحوادق هيرجع تاني، وزميله بيقول انه قرفان جدا من اكل الحلويات وان نفسه في قرصه طعميه وجزر مخلل. وقتها بيدعوا الاتنين على شركس، وده لانه منع كل الحوادق وخلى الاكل كله حلويات بس. وقتها بيجي وقت الغدا وبنشوفهم وهم بيتغدوا، والسفرة مليانة أكل، فراخ ولحمة وحاجات كتير، بس في الآخر بتطلع كلها عبارة عن حلويات. فبيتضايق ياسين جدا، وده لأنه ما بيبقاش قادر ياكل أي حاجة تاني مسكرة، وبيحاول يهرب، لكن باباه بيزعقله وبيقوله إنه لازم يقعد ياكل. فبيتعصب ياسين وبيقوله إنه مش قادر ياكل أي حاجة تاني مسكرة، وبيتعصب داغر وبيقوله إنه قتل باباه وده لأنه تاجر في الملح، وبيرفع عليه السلاح وبيقوله إنه هينتقم منه بسبب اللي عمله. وقتها بيخاف ياسين جدا وبيجري على اوضته وبيقفل عليه الباب، بس بيسمع صوت عربيات وبيفتح الباب، بيلاقي نفسه فوق السطوح، وبيلاقي راجل غريب وحواليه ولاد كتير، وبيضرب ولد علشان عايز يروح المدرسة. فبيسأل ياسين ولد من اللي واقفين، وبيعرف ان المفروض ان ده باباه، فبيكلم ربنا وبيقول له يا رب ما كانش ده قصدي. لكن لما بيسمع الراجل وهو بيقول انه مش عايز اي حد من ولاده يروح المدرسة، وان كل الايام هتبقى اجازة، بيجري عليه ياسين وبيحضنه وبيقول انه بيحبه جدا. وبيبقى ابو ياسين عايز ياخد الشنطه من الولد علشان يرميها، لكن الولد بيقوله ان الشنطه فيها كتاب دين. وقتها مامة ياسين الجديده واللي اسمها هناء بتنط وتلحق الشنطه في الهوا. وبعدين بيجي ابو الولد الحقيقي وبيقوله انه ده ابنه هو، فابو ياسين بيقوله انه مش فاكر اذا كان ابنه ولا لا، وده لانه عنده ولاد كتير. وبيكون ابو وام ياسين بيتكلموا، وبنعرف انها فاتحه مشروع ومسميه لبن السرسوب للطفل الحبوب، وبتستقبل اوردرات. بعدها بيجي ابو ياسين وبيجمع الفلوس من ولاده اللي مشغلهم شحاتين، بس ما بيلاقيش اي فلوس مع ياسين، فبيتعصب جدا. فبتيجي هناء وبتقوله انها لسه مستنيه تنسيقه، فبيقول لها انه مش فاكر ان هما مخلفين ياسين، وانه شاكك انه مش ابنه، وهي كمان بتقوله انها اصلا مش فاكره هما خلفوه امتى. وبعدها بيكونوا قاعدين وقدامهم ياسين ومعاهم قايمه بالشغلانات اللي ممكن يشغلوه فيها، فبيقول له ابوه انه هيخليه يبيع حاجات في المترو، لكن ياسين اصلا ما بيبقاش فاهم هما بيقولوا ايه. فبتقترح امه انه يشيل طوب وزلط، لكن ياسين بيقول لهم انها هتبقى تقيله قوي عليه ومش هيقدر يشيلها، فابوه بيقول له انه هيشغله سايس. وبينزلوا تدريب قدام العمارة، والراجل لما بيجي يديله فلوس ياسين ما بيرضاش ياخدها، فابوه بيروح ياخد الفلوس من الراجل، وبيرجع يزعق لياسين وبيقوله انه ليه ما خدش منه الفلوس. فياسين بيقوله ان الراجل هو اللي كان شاطر وعرف يركن لوحده. وبيكملوا تدريب، وياسين ما بينجحش في اي حاجة من اللي ابوه علمها له، وما بيجمعش اخر اليوم غير 5 جنيه. وبيفضل يزعق فيه وبيقوله انه مش نافع في اي حاجه. وبتيجي هناء وبتقعد تهديه، وبتسال ياسين اذا كان بيعرف يسرق، وبيساله ابوه اذا كان بيعرف يقتل، فبتقوله هناء ان ما ينفعش كده، وبتسال ياسين اذا كان بيعرف يشحت، فبيقول لها انه ما بيعرفش يشحت ابدا، وهي بتاخده معاها علشان يشحت. وبيقف في الشارع وبيقول للناس انه مش بيشحت، بس هو بس محتاج فلوس، بس برضه ما بيعرفش يشحت. وبيقعد على رصيف وبيشوف ولده وهو نازل من باص المدرسه، فبيزعل. بعدين بيشوف اخوه وبيدي فلوس لواحد وبياخد منه كتب.
وبالليل بيعلقوا ياسين، وده لانه جاب 100 جنيه بس في اليوم، وبيقوله انه لما كان قده كان بيجيب 20 و30 و40 جنيه. فاستغرب ياسين وقال له انه اصلا ال100 جنيه اكتر من ال20. وبيصحى ياسين بالليل على صوت اخوه وهو بياخد ملخصات من حد من صحابه، وبيروح له وبيلاقي اخوه بيخاف جدا وبيقوله ما يقولش لاي حد، وبيقوله ان ابوه لو عرف ان هو بيكمل تعليمه هيضربه. فبيقوله ياسين انه صعبان عليه بس هو ما بيحبش المدرسه، وساعتها اخوه بيقوله ان المدرسه مهمه جدا وان التعليم بينور عقل البني ادم. فبيجادل ياسين وبيقول لاخوه ان باباهم بيكسب فلوس كتيره جدا ومع ذلك هو ما راحش المدرسه. فبيقول له اخوه ان هو بيكسب الفلوس دي بالشحاته والغلاسه على الناس، وان الناس ما بتبقاش راضيه عن الفلوس دي، وان هو دلوقتي في الثانويه العامه وانه نفسه يدخل الجامعه. وقتها بيسمعوا صوت باباه، فبيجري ياسين يروح ينام قبل ما ابوه يصحى. وتاني يوم بيكون ابو ياسين متعصب جدا، وده لان عيل من عياله ناقص، لكن بتيجي هناء وبتقوله ان مش مشكله وان هما كده كده هيجيبوا غيره. وبيدخل عليه ابنه وهو في ايده ازازتين وهما الاتنين فاكرين ان دي خمره، لكن بيقرا ياسين اللي مكتوب على الازازه وبيعرف ان ده كحول جراحي، وبيوقع الازازه من ايد ابوه قبل ما يشربها. فبيتعصب عليه ابوه جدا لانه كسر الازازه، وياسين بيحاول يفهمه ان ده مكتوب عليه انه مش صالح للشرب. فبيتعصب عليه ابوه اكتر، وده لانه بيعرف يقرا، وبيجري وراه علشان يضربه، لكن بيجري ياسين على اوضته وبيقفل الباب وراه. بيفتح ياسين الباب لكن بيلاقي بركان، فبيقفل الباب بسرعة، وبيفتحه تاني فبيلاقي قدامه بقر، فبيقفل الباب وبيفتحه على راجل بيستحمى، فبيقفل الباب بسرعة، وبيرجع يفتح الباب فبيلاقي ستات بترقص، وواحدة منهم بتطلب انه يرقص معاها، وبتيجي واحدة تزعق للست دي، وبيعرف ان دي مفروض امه الجديدة، وان التانية مرات ابوه، وان ابوه فنان غير معروف. وبتزعق مامة ياسين لجوزها هو كمان، وبتقوله ان ابنها لما يكبر هيبقى حاجة كبيرة جدا، لكن مرات ابوه بتقول لها انه الاحسن انه يبقى فنان هو كمان. فبيسألها ابو ياسين اذا كان نفسها انه يبقى يوتيوبر او انفلونسر، لكن هي بتقوله ان نفسها ان ابنها يبقى دكتور. فبيستغرب ابوه جدا وبيقولها انه اول مرة يسمع ان في مهنة زي دي اصلا. فبتاخد ياسين وبتدخل بيه على المطبخ، وبيمسك ياسين حاجة علشان ياكلها، فبتجيلهم فكرة اغنية وكل واحد فيهم بيقول جملة. وبعدين بيلاقي ياسين ان مامته صوتها حلوة جدا، وبتقوله ان هي كان نفسها تطلع مغنية لكن مش كل الاحلام بتتحقق، وانها كان نفسها تهرب من بيت ابوها وعلشان كده اتجوزت ابوه، لكن اكتشفت ان الجواز مش احسن حاجة. وبيطلب منها ياسين انها تغني الاغنية تاني، بيصورها وبينزل الفيديو على التيك توك. وبيخبط الباب وبيدخل فنان مشهور جدا، وبيسأل ابو ياسين على مامته، وبيسألها اذا كانت هي اللي غنت اغنية انا قلبي قلب خاصة، وبيقول لها ان صوتها حلو جدا وانه عايز يشتغل معاها، وبيديها الكارت بتاعه. ولما بيعرف ابو ياسين ان ياسين هو اللي الف الاغنية، بيطلب من ياسين انه يالف له اغنية هو كمان، لكن ياسين بيقول له انه تعبان وعايز ينام. ولما باباه بيصر بيتعصب ياسين وبيقول له انه هيدخل اوضته ويدور له على اب وام تانيين، وبيسيبهم وبيمشي، وبيقفل عليه الباب وبيبص لصورة باباه ومامته الحقيقيين، وبيقول لهم ان هم وحشينه جدا. وبيسمع صوت ناس بتتكلم بره، فبيخرج وبيلاقي ناس كتيرة وصندوق مليان رصاص، وبيوقع غطا الصندوق بالغلط، فبينتبهوا له وبيقربوا عليه، وبيلاقي 2 سوبر هيروز اسمهم عثمان وإيمان، والمفروض ان هما مامته وباباه. بيطلعوا ليزر من عينيهم بيقتلوا بيه الناس، وبيكونوا ضد الرصاص. وبياخدوا ياسين علشان يروحوا لواحدة اسمها زوزو، ولما بيدخلوا لها بتتعصب عليها إيمان وبتقول لها تبطل توزع قوة خارقة على الناس، وده لأنهم بيستخدموها في قوة الشر، وإنها كده بتساعد على انتشار الشر، وإنها خايفة على ابنها. وبتكمل إيمان وبتقول لها إنها نفسها إن ابنها يطلع شخص طبيعي، لكن زوزو بتقول لها إن هم المفروض يسألوه عن هو حابب إيه، فبيقول إن هو هيطلع زي ما باباه ومامته عايزين. لكن إيمان وعثمان ما بيلحقوش يفرحوا، وده لأن ياسين بيغير رأيه وبيقول إن هو كمان عايز يبقى سوبر هيرو، وبتختار له اسم سوبر ياسو، وبتعلمه ازاي يبقى سوبر هيرو، وبتاخد شعر من باباه ومامته عشان تخترع له مركب يحوله، وبتدلقه عليه، وبتطلب منهم كلهم يمسكوا ايد بعض وبيقولوا تعويذه غريبه، وفعلا بيتحول ياسين لسوبر هيرو بس بيغمى عليه. ولما بيفوق ما بيلاقيش اي حد حواليه، بس بيلاقي باباه ومامته سايبين له جواب بيقولوا له فيه انهم راحوا يسجلوا اسمه في سجل الخوارق، وبيطلبوا منه ما يستخدمش قوته ابدا وما يفتحش الباب لاي حد. وبيلاقي الجرس بيرن، فبيفتح الباب وبيلاقي 2 قدامه بيغطوا وشه وبيخطفوه. ولما بيشيلوا الغطا من على وشه بيشوف ابوه، بيلاقي واحده اسمها حربوقه، وبيعرف انها خطفته علشان تنتقم من ابوه. وبتظهر ايمان وبتخلص هي وعثمان على رجاله العصابه، وبيحرروا ياسين. وبيسمع ياسين المخرج وهو بيوقف تصوير وما بيبقاش فاهم اي حاجه. بيدور ياسين على باباه ومامته وبيشوف عثمان، فبيجري عليه وبيندهله بابي، فبيضحك عثمان وبينادي على حد من الانتاج وبيطلب منهم يدوروا على باباه ومامته، لكن ياسين بيخاف يروح معاه. وبيندع عثمان على ايمان وبيقول لها ان ياسين مصمم ان هما باباه ومامته. فبتيجي ايمان وبتتكلم مع ياسين وبتقوله ان دي تمثيليه وانه تمثيله حلو، وان هما ما اسمهمش اصلا عثمان وايمان، وان حربوقه دي ما اسمهاش حربوقه، وانها مش شريره في الحقيقه، وانها الممثله سوسن بدر، وان اصلا ما فيش حاجه اسمها ابطال خارقين في الحقيقه. وبيمشوا بيسيبوه وبيزعل ياسين وما بيبقاش عارف يروح فين، فبينام في جنينه عامه في الشارع. ولما بيصحى
بس كده. اتفرجوا على بقية الفيلم وقولولي في الكومنتس عجبكم ولا لا.